إذا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأحبتي الكرام، ها أنتم اليوم ترون ماذا يجري وماذا جرى. هذا الإجرام، هذه العمليات الإجرامية بحق أبناء الشعب اليمني، سقوط ما يقارب 100 جريح من هؤلاء الأحرار الذين خرجوا من أجل الشعب اليمني، من أجل كرامة الشعب اليمني. هذا باطل، هذا ظلم، هذه جريمة كبيرة يجب أن يستنكرها كل أبناء الشعب اليمني، كل شباب الشعب اليمني. يجب أن يبادر كل أبناء الشعب اليمني من الأحرار إلى أن يدينوا هذه الجريمة على كافة المستويات. يجب إذا تطلب الأمر أن يخرجوا عن بكرة أبيهم، وسيخرج الناس عن بكرة أبيهم لإدانة هذه الجريمة. لماذا؟ إلى حد الآن هناك شهيد، نسأل الله أن يتقبله في عداد الشهداء. لماذا نقول شهداء؟ نحن لا نقولها من فراغ، وهذه الكلمة الآن في ازدياد، وأصبحت تقال حتى للمجرمين وللقتلة. لكن أمثال هؤلاء الذين خرجوا بصدور عارية هم شهداء، خرجوا من أجل كرامة الشعب اليمني، من أجل الشعب اليمني الذي يهان وتمتهن كرامته في البلدان، في كافة بلدان، في أغلب هذه البلدان في العالم، حتى عند جيرانه وعند أقربائه، عند هذه الدول القريبة منه، وفي كل مكان الشعب اليمني يهان، الشعب اليمني ذليل مهان. هذا حرام، هذا عيب، هذا عيب في حق الشعب اليمني أن يبقى هذا الشعب مهان تحت سلطة هؤلاء المجرمين. يجب أن يدان هذا الفعل الإجرامي. قتل الناس إذا طالبوا بحقوقهم، بلقمة عيشهم، يقتلون. هذا باطل، هذا قمة الباطل، قمة الحرام، قمة الإثم، قمة الإجرام، قمة اللا إنسانية. يا أبناء الشعب اليمني، أنا لا أعرف من أين أبتدئ. دماء هؤلاء الشهداء الذين تسال في هذه الساحات من أجل أن يبقى هادي، ومن أجل أن يبقى محسن، ومن أجل أن يبقى هؤلاء المجرمين، من أجل أن يبقى حميد الأحمر وغيرهم ممن تسلطوا على رقاب هذا الشعب، ممن أكلوا خيرات هذا الشعب. لماذا ليس هناك حق للمواطن اليمني أن يعيش بكرامة؟ لماذا المواطن اليمني مشرد؟ لماذا أيها الشعب اليمني، لماذا أيها الشباب اليمني أنت مشرد؟ لماذا أنت تائه؟ لماذا لا تهب إلى ساحات الثورة لتسقط هؤلاء المجرمين؟ لماذا يتسلط عليك علي محسن؟ ولماذا يتسلط عليك أمثال هادي وأمثال حزب الإصلاح المجرم الذي لا يأسفون لهذا الشعب ولا يرقون لحال هذا الشعب، لا يخافون الله في هذا الشعب، هذا الشعب الذي يأكلون أمواله ويرفعون عليه جرعات، جرعة تلو الأخرى. الشعب اليمني يتجرع في غضون ما يقارب 5 سنوات، هناك عدد من الجرع، هذا غير معقول، لم نرى لها من نتيجة ولا فائدة، الوضع يزداد سوء. هذه الجرعة كان يجب أن تغير في مسار اليمن وفي تنميته، كان يجب أن يكون لهذا الشعب مستقبل من خلال ما يرفع عليه من جرع، من أموال تنهب باطلا وزورا وظلما. أين تذهب أموال هذا الشعب؟ من الذي يأكل أموال هذا الشعب؟ لماذا هذا الشعب فقير؟ لماذا هذا الشعب متسول؟ لماذا هذا الشعب مريض؟ لماذا هذا الشعب ليس لديه لا صحة ولا تعليم؟ لماذا لا يحق لهذا الشعب أن ينعم بخيراته، من بتروله، من موقعه الاستراتيجي، من زراعته؟ لماذا ينهبنا النافذون؟ لا تقولوا لي أنه فلان أو علان. هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني هي من 30 سنة وأكثر، من 40 سنة وأكثر. لم يكن هناك حوثيون قبل 40 سنة، لم يكن هناك قاعدة قبل 40 سنة، لم يكن هذا موجودا. كان موجود سلطة وحكومة، هو صالح ومحسن وآل الأحمر، كانوا يتسلطون على رقاب الشعب، كانوا يأكلون الشعب. لذلك يجب على الشعب أن يخرج ثائر. يا شعبنا اليمني، أنا أنادي فيكم روحكم
كرامتكم يا شعب اليمني، أنادي فيكم كرامتكم، أنادي فيكم نخوتكم، رجولتكم، شعبكم، وطنيتكم. لا يخدعنا هؤلاء المتزلفون، لا نكون سذجا، لا يخدعونا. اخرجوا جميعا، هبوا، لا تسمحوا لأن يسفك دماء الشهداء، لا تسمحوا لأن يكون هناك مجزرة وجمعة كرامة أخرى ومجازر أخرى لا يستطيع الشعب اليمني. أيها الإخوان، هذا الشهيد الذي سقط هو أخاك من أبناء شعبك. تتخيل لو أنك كهذا الشهيد، تخيل لو أنك في موقف هذا الشخص الذي سقط، خرج ليدافع عن حقك في أن تأكل وأن تشرب وأن تنعم بخيرات بلدك وأن تعيش آمن. لذلك يجب عليكم أن تخرجوا في الثورة بمسيرات كبيرة. حرائر اليمن، رجال اليمن، شباب اليمن، جميع اليمنيين يجب أن يهبوا في الخارج والداخل، يجب أن يدعموا الثورة. لا مجال للتراجع، لا مجال للهزيمة، لا مجال لتسلط المتسلطين، لا مجال للحمران ولا للصفران في هذه الدولة المدنية الجديدة. لا مجال للتكفيريين ولا القاعدة، لا مجال لقطع رؤوس العسكر ورميهم على الطرقات، لا مجال لأن يكون الشعب اليمني مشرد. الشعب اليمني لديه غيرة، نحن قبائل، نحن لا نقبل بهذا الظلم، نحن لا نسمح بأن تكون نساءنا في ملاجئ على الحدود كما هي نساء سوريا ونساء بقية الشعوب. نحن لا نحتمل أن نكون مشردين، نحن لدينا كرامة وعزة، نأبى ذلك. نود أن نموت شهداء، والله أن الموت شهادة هو خير من أن نبقى هكذا أذلاء يتسلط علينا المجرمين. يا شعبنا اليمني، اخرج ثائرا، اخرج، لا تسمح لهؤلاء المجرمين، لا تسمح لهم بأن يفعلوا فيك ما فعله الظالمون في بقية الشعوب. هذا الإجرام اللامتناهى، هذه الجريمة، 3 سنوات من تولي هذه للرئاسة لم نجد تغييرا، بل ازداد الوضع سوءا فسوء. تبشرنا أو يعني اطمأنينا لهذا الحوار ولما جرى في الحوار، ولكنها هي لعبة السياسيين القذرين. إنها لعبة سياسية قذرة يدوخ فيها المواطن الفقير ويموت ويعطش. هناك آلاف من المشردين، آلاف من الذين يأكلون في القمامة، هناك آلاف المهمشين في اليمن. إلى أين يتجه هذا الشعب؟ إلى أين يتجه هذا الشعب؟ أيها الإخوة الكرام، يجب أن نخرج لنقول كلمتنا. يا شباب اليمن، اخرجوا لنقول كلمتنا. هنا لا مجال للإرهابيين، لا مجال للتكفيريين، لا مجال لحكومة التسلط لا مجال لأن يبقى الجهل، لا مجال لأن نبقى هكذا من دون تعليم عالي، من دون تعليم ابتدائي ومن دون تعليم ثانوي ومن دون تعليم ومن دون بنية تحتية، من دون اقتصاد، من دون جيش وطني حقيقي، من دون أمن. ماذا نقول؟ كل شيء مدمر، الشعب مدمر. ما هناك يعني شيء تشد، ما هناك شيء تفرح به في اليمن إلا هذا الشعب، إلا ثورة هذا الشعب. لا يوجد أمل إلا في الله سبحانه وتعالى، في هؤلاء الشباب الذين خرجوا يقولون نريد وطنا مدنيا آمنا يكون فيه الخير للشعب. لا نريد وطنا يبقى على هكذا، يرفع عليه الجرع، يشرد، يطرد، يكون مباحا منتهك العرض، يكون مشردا عاملا دائما لدى الدول المجاورة ولدى الأصدقاء. لا نريد بلدا متسولا. يا أحبتي، يجب أن تخرجوا. أنا أناديكم وأسألكم بالله ألا تتأخروا على هذا الشعب. اخرجوا جميعا، هبوا. هذه رسالتي، وأتمنى عليكم وأتمنى على كل من يسمعها، أتمنى عليهم، أسألكم بالله أن تخرجوا جميعا إلى ثورات، إلى الميادين، إلى الساحات، أن تهتفوا باسم هذا الشعب. هذا الشعب يريد أن يعيش. نحن لا نريد أكثر من لقمة عيش، لا نريد أكثر من دولة مدنية، لا نريد أكثر من دولة آمنة، لا نريد لبلدنا أن يكون ضمن الخارطة السوداء، لا نريد لهذا البلد أن يكون ضمن خارطة داعش السوداء ولا القاعدة، لا نريد
نريد أن نرى جيشنا يقطع رأسه، لا نريد أن نرى التفجيرات في أسواقنا في محلاتنا، لا نريد أن تنتهك حرماتنا، لا نريد أن نكون مهجرين، لا نريد أن تغتصب نساؤنا في الملاجئ وفي مخيمات النزوح كما فعل بغيرهم من بقية الشعوب. اخرجوا، اخرجوا حتى يكون لكم كرامة، يكون لكم كلمة، يكون لكم عزة. إن لم تخرج أيها الشعب، إن لم تستثمر هذه الفرصة الحقيقية، لن يقوم لك قائمة، ستبقى مهان، ستحتل، ستكون الشعب الأفقر في العالم. نعم، إن هذا مصيرك إن لم تخرج ثائرا ضد نظام هادي، ضد نظام الإخوان المجرمين، ضد التكفيريين، ضد الإصلاح، ضد النافذين، ضد من يريد أن يحول هذا الشعب إلى مرتع، إلى حظيرة. هذا الشعب شعب عزيز، شعب عريق، يجب أن يكون عزيزا وعريقا وقويا. هذا الشعب لا يجب أن ينتمي إلى حزب ولا إلى فلان ولا علان، يجب أن ينتمي إلى نفسه، إلى تاريخه العريق. يجب أن يعود شعب العروبة وشعب الحكمة. هكذا نريد اليمن أحبتي، حفظكم الله. نسأل الله النصر للشهداء، نسأل الله نصر للثوار، ونسأل الله العلي القدير أن ينصر بدماء الشهداء هذا الشعب، ونسأل الله أن يتغمد الشهداء في واسع رحمته، وأن يدخلهم جنته، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.